السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللي ما يعرفنيش، انا لولي السيد ودي قناتي. حبيت بقى نعمل النهاردة مع بعض عمايل البقسماط بأسهل طريقة، ومش هيكلفكوا حاجة، ومقاديره سهلة، والمكونات عندنا في البيت، يعني مش هنجيب حاجة. يلا بقى بينا، هنسمي ونصلي على الرسول ونبدأ في الوصف. معايا نص كيلو من الدقيق بكون نخلاه، وتلت كوباية من الزيت اقوم حاطة فوق كده زي ما انتوا شايفين، ومعلقة من السمنة كبيرة. معلقة السمنة من الكبيرة ديت هي هتعمله ايه، يعني هتدولك كده يعني زي دايبة كده في البق، حاجة بسيطة. ومعايا رشة ملح على رشة سكر، ومعايا كيس خميرة فورية ما يعادل معلقة كبيرة. هنقلبهم في بعض زي ما انتوا شايفين كده. ولازم نخلي بقى السمنة والزيت يعني يخشوا في قلب بعض كده، والدقيق يبقى لونه زي ما انتوا شايفين. هننزل بقى بكوباية مية، ولو احتاجنا تاني هنحط. زي ما انتوا شايفين كده بقى العجين اهوت. بقوم كده نازلة بكل كوباية المية، وقمت بقى حطاها كده يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين. بسم الله ما شاء الله. بعدين انا كنت حطت لها، لما قفلت الكاميرا انا كنت حاطه لها ربع كوبايه ميه، يعني كده ما يعادل كوبايه وربع من الميه. وزي ما انتوا شايفين بقى بفضل اعمل كده على الرخامه، اي حاجه عندكم. بقوم بقى عامله زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله. لازم كده اعدله عشان يدي عرق معايا. ولما باجي ابرم البقسماطايه تلاقيها فردت معاكي كده، تبقى ناجحه و100%. بسم الله ما شاء الله. زي ما انتوا شايفين بقى كده، هي ملمس العجينة طري وجميل. اقوم بقى حطها في البولة او كسرولة زي ما انتوا شايفين كده، واسيبها ايه بقى ترتاح ربع ساعة. دي بعد ما ارتاحت هيكون معايا حبة سمسم، وحطله شوية من المية علشان لما اجي احطه على البقسماطاية زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي يمسك معايا. واقوم بقى بسم الله ما شاء الله دلوقتي اهوت، مش هفصل عجينة، لا اقطع حتة بحتة زي ما انتوا شايفين دلوقتي وملاحظين وواخدين بالكم. هقطعه كده زي ما انتوا شايفين بقى كده، قطعته صوابع، ورجعت بقى ايه عملته زي ما انتوا شايفين كده، برمته خليته يبقى طويل. اقوم بقى حاطاه في السمسم زي ما انتوا شايفين كده. ب... يعني ببسط حاجة وجميل جدا. وبقى مش اللي هو زيت، اكنك جايباه من الطابونة بالظبط، وطعمه جميل جدا بقى. تاكليه بحتة جبنة، تاكليه بقى تشربيه بشوية شاي بلبن، حليب لوحده. زي ما انتوا بقى ملاحظين كده يا حبايب قلبي، اعمل معاكم كمان واحد اهوت. واقوم بردك حاطاه في ايه في اللهم صل على النبي، في السمسم زي ما انتوا شايفين. كنت خلصت بقى الكمية زي ما انتوا شايفين اهوت. ودوت بعد ما خمر اقوم بقى مدخله الفرن على درجة حرارة متوسطة اللي هي 180، واشغل الشواية واشغل من تحت. وزي ما انا قلتلكم، وبألف هنا. واللي وصل لغاية هنا ما تنسونوش بقى تدعموني بلايك. يا احلى ناس في الدنيا. شوفوا شو يعني ده، يعني مش شوفوا يعني بيتكسر مقرمش جدا، وطعمه جميل في البق، وهيعجبكم ان شاء الله. يا رب ينول اعجابكم. شوفوا زي ما انتوا شايفين كده، يعني كام دقيقة كده هتلاقيه معمول معاكي. انا عايزة اكل اي حاجة على الفطار، بدل بقى ما اكل اي بقى حاجة اقوم بقى عاملة كوباية شاي بلبن او كوباية حليب، واقوم بقى مسقية فيه كده. وبألف هنا وصحة للي هياكله. متنسوش بقى تدعموني باللايك والاشتراك، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. دمتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.